النقطه الثانيه مهمه بزاف، كيقول لك الموقف ديالكم من الصحراء المغربيه، النهج الديمقراطي عنده موقف. انا نقول لك هذه القضيه خارج الاجماع، هذه القضيه مردوده. احنا ما كيهمناش الاجماع، احنا الموقف ديالنا احنا تاريخيا احنا منذ 72 ديجا في الامام ساندنا حق الجماهير في الصحراء في تقرير المصير، ثم 74 ساندنا حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. تقرير المصير كنساو تقرير المصير راه فيه الالتحاق وفيه الاستقلال، لي دو كيحملوا جانب من الحق في تقرير المصير. من بعد ملي مشات الامور ووصلت بانه يستحيل حقيقه على انه تكون شي اغلبيه حقيقيه في اتجاه انه غتكون الاغلبيه الساحقه مع الاتصال ولا الاغلبيه الساحقه مع الانفصال، وغادي يكونوا ديما دي ميكونطون، ناس غاضبين. وقلنا بانه وباش نتجنبوا ويلات الحرب ونساهموا في بناء الشعوب المغاربيه، قلنا يا ودي خص حل سياسي سلمي متوافق عليه، وهذا الحل ما كينفيش مبدا تقرير المصير. هذا الحل ملي تلقى يتعرض للشعب الصحراوي من اجل الاستفتاء عليه، ملي تلقى هذا الحل، وهذا اللي تبناته في الحقيقه الامم المتحده من بعد. انا نقدر نتفهم الامم المتحده، ولكن انتم ملي كتكلموا على واحد شي حاجه بحال اللي ماشي تابعه للمغرب، يعني ما اللي كنحس يمكن هذه وقيته انكم توضحوا مزيان الرؤيه ديالكم، كتكلم على شي حاجه مجرده يعني ديتاشي عليك، شي ناس يتفاهموا بيناتهم مع الشعب الصحراوي. لا ولكن لان انا مستعد ان نخلي النهج الديمقراطي شي نهار يحكم المغرب، ما عنديش مشكل الا كنتوا شي نهار وصلتوا وخديتوا الاغلبيه، ولكن خصكم تعرفوا من الاحسن تحكموا واحد الدوله قويه اللي عندها واحد الامتداد الترابي عميق، ولا تحكموا واحد الدوله ضعيفه اللي مقطوعه من الجذور ديالها وواحد النصف كبير من التراب ديالها الوطني. احنا الموقف ديالنا خديناه بناء على قراءه التاريخ اللي في الصحراء والعلاقات اللي كانت قائمه والخيانات اللي دارت في العمليه ديال ايكوفيون الصحراوه واللي تم التصفيه ديال جيش التحرير تمايا. كنقراو التاريخ كنشوفوا الوالي مصطفى السيد وغيره اللي كانوا في الرباط واللي لاحوهم الحركه الوطنيه. انا متفق معك، انتم هذا الموقف ديال الى الامام ديال بكري كان في واحد السياق سياسي اللي معروف. نعم. احنا طورنا، احنا الموقف طورنا بين النظام القائم انذاك وبين الحركه الماركسيه اللينينيه. دابا الامور تطورات، واش غنبقاو عايشين على هذاك الوقت؟ احنا الموقف ديالنا طورنا. انا اللي غادي دابا كاين واحد لا ديكوطومي، واحد الانفصام في الشخصيه. احنا تنقولوا حل سياسي سلمي متفاوض عليه تحت اشراف الامم المتحده. هادشي اللي كتقول الدوله. احنا بور اون فوا كنتلاقاو مع الدوله، ياك هادشي تتقول الدوله ولا كان شي واحد اخر هو اللي خصو يشوف المشكل ديالو مع الدوله. احنا هذا هو. لا، ملي كتقول الشعب الصحراوي كتنفي انهم هذوك مغاربه بحالنا، وانهم يعني اولا لانه اطار واحد السياق تاريخي، لانه ما يمكن تدوي على حق تقرير المصير الا لا كانت المقومات ديال الشعب. اللي ما كيكونش الشعب ما كاينش تدوي على تقرير المصير. تدوي على الشعب، تدوي على تقرير المصير كيحتمل الجوابين، كيحتمل الانفصال وكيحتمل الاتصال، وكيخصو الحق يمارس الحق ديالو. اليوم حنا الموقف ديالنا واضح ونفتخروا به ونعتبره هو السديد ونعتبره هو اللي غادي يحل المشكل. طيب. وغدا ملي غتجي شي مره وهذاك غتقول لي الموقف ديالكم كان سديد.